الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فهذه رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكتب له أجره بما أحيا من التوحيد والسنة. وهذه الرسالة اسمها فضل الإسلام، وسميت بذلك على أول باب منها، وهي رسالة مهمة في بيان فضل هذا الدين والمنتسبين إليه، وبيان المسائل الدعوية التي يحتاجها دعاة التوحيد والسنة، والفرق بينهم وبين أهل البدع والأهواء وغير ذلك من المسائل العملية الدعوية التي سنقف عليها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمؤلفه ولوالدينا آمين. قال المصنف رحمه الله إياه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام وقول الله
الحمد لله. بدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بالسنة النبوية في كتابة البسملة في الرسائل والمكاتبات، ثم قال: باب فضل الإسلام. المقصود بفضل الإسلام يعني ما تميز به دين الإسلام من الفضائل والخصائص التي انفرد بها عن بقية الأديان، وبيان محاسن هذا الدين، وأيضا بيان فضل الإسلام وبركته على أتباعه، لأن أتباع هذا الدين على خير وعلى فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يحثوا على شيء بينوا فضله حتى يرغب فيه الراغب والسامع. ثم ذكر المؤلف تحت هذه الترجمة 8 أدلة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تدل على فضل الإسلام من 3 وجوه. الوجه الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فدين الإسلام دين كامل تام لا ينقصه شيء، وهذه من أعظم الآيات التي يستدل بها أهل السنة على مخالفيهم من أهل البدع والأهواء الذين يزيدون في الدين ما ليس منه، فيقولون لهم الدين كامل. الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم من الذي أكمل لنا الدين؟ هو الله رب العالمين، هذا فضل. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت بتاء الفاعل، فالذي أكمل لنا الدين هو الله سبحانه وتعالى. فهذا أولا. ثانيا: وأتممت عليكم نعمتي، فنعمة الإسلام من أجل النعم وأتم النعم على العباد. أعظم نعمة على العبد أن يوفقه الله عز وجل لهذا الدين. والأمر الثالث: ورضيت لكم الإسلام دينا. من فضل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى رضيه بأحكامه وأوامره ونواهيه لعباده، فهذا دين مرضي عنه، وما سواه غير مرضي. ما سوى هذا الدين غير مرضي. ولهذا الله عز وجل كما سيأتي يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. غير مرضي، غير هذا الدين غير مرضي عند الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. هذه الآية يقول الله عز وجل على لسان نبيه أن يقول للناس: إن كنتم في شك من ديني وهو الإسلام فلا أعبد الذي تعبدونه أنتم من دون الله عز وجل ولكن أعبد الله. معبودي هو الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه أي المعبود والمعظم. الله سبحانه وتعالى
إله المسلمين، فلا أعبد الذين تدعون من ولكن أعبد الله. والله سبحانه وتعالى أمر بأن يفرد بالإلهية وحده لا شريك له. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. دلالة هذه الآية على الترجمة أن الجزاء المترتب على الإسلام جزاء عظيم، أنه ثواب كبير. الله عز وجل يعظم أجر الإسلام، وهذا فيه بيان فضل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الجزاء؟ ما هو الثواب؟ قال: يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين يعني حظين أو نصيبين من رحمته، وهما نصيب من الرحمة في الدنيا ونصيب من الرحمة في الآخرة. فالمسلم الذي اعتنق الإسلام ودان بدين الإسلام له حظين من رحمة الله عز وجل، حظ في الدنيا وحظ في الآخرة. يؤتيه الله عز وجل كفلين من رحمته. الثاني: ويجعل لكم نورا. الله سبحانه وتعالى يجعل للمسلم الموحد نورا يهتدي به في الدنيا، يفرق به بين الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام. المسلم على نور في كل أموره، في حين أن غيره من الأمم يتخبطون في الظلمات. وكذلك يجعل الله عز وجل له نورا يهتدي به في الآخرة إلى دار السلام. وسبل السلام يعني طرق الجنة، طرق الطاعات والسبيل إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. والثالث: أن يغفر الله عز وجل له ويغفر لكم. فمن دان بدين الإسلام يغفر الله له في الدنيا والآخرة، وهذه كلها حسنات وفضل لدين الإسلام على غيره من الأديان. وهذه الآية يعني تشمل جميع المسلمين المؤمنين بهذا الدين. الدليل الرابع حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب هذا المثل، فقال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، يعني من اليهود والنصارى، أن الله عز وجل جعل أجرهم كمن عمل من أول النهار إلى يعني العصر، يعني جعل عمله من أول النهار إلى نصف النهار على قيراط. والقيراط يعني وزن من الذهب، وزن من الذهب. ثم عملت اليهود بذلك، وعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. ثم عملت هذه الأمة من صلاة العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين. الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة الجزاء والثواب والأجر
المضاعف. في الإسلام ودين الإسلام أعمال يسيرة مضاعفة أضعافا كثيرة لا توجد في الأمم قبلنا. مثال على ذلك ليلة القدر، الله سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر، يعني 83 سنة و4 أشهر. من وافق ليلة القدر، من قام العشر الأواخر ووافق ليلة القدر، فإن الله عز وجل يعطيه ثواب من عمل في 83 سنة، أجر عظيم بقيام سويعات. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأجر هذه الأمة كبير بالنسبة للأمم قبلها. الأمم قبلها كانت أعمارها طويلة، ولكن مع ذلك فإن أجورهم أقل مما تفضل الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة المحمدية، الأمة الإسلامية، من كثرة الأجور مع قلة العمل ومع قصر الوقت، وقت قصير، فهي عملت من العصر إلى مغيب الشمس والأجر مضاعف. فلما احتجت اليهود والنصارى قال الله عز وجل هل ظلمتكم؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، أنا أعطيتكم ما تستحقون، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى زادها من فضله جل في علاه، لذلك قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. الدليل الخامس حديث أبي هريرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. ولا شك أن هذا الإضلال عقوبة لهم بما كسبت أيديهم، فأضلهم الله عز وجل عن هذا اليوم العظيم، عن يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام وهو أفضل الأيام عند الله عز وجل. فالله حرمهم هذا الفضل وهذا الأجر، فكان لليهود السبت، هذا من تغييرهم وتبديلهم وإضلال الله عز وجل لهم. وكان للنصارى يوم الأحد. فهذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الأمم ضلت عن هذا اليوم، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد. وجاء الله بهذه الأمة فهدانا لهذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. ولهذا أعداء الله عز وجل يحاولون صد المسلمين عن هذا اليوم وفضله، ويشغلونهم، يحاولون جعله يوم للترفيه، للعب، للهو، وهو يوم عظيم في العبادة وفي الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيه ساعة في آخر النهار، ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه. فيغفل كثير من المسلمين اليوم عن هذا اليوم وعن فضل هذا اليوم، ويحاولون إشغال المسلمين وصد المسلمين عن هذا اليوم وفضله. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يوم القيامة، مع أن هذه الأمة يعني نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، مع أن هذه الأمة هي آخر الأمم ونبيها هو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام،
إلا أن هذه الأمة هي أول الأمم المقضي لها قبل الخلائق. الله سبحانه وتعالى يقضي في هذه الأمة ويحكم بين المتخاصمين وغيرهم، يعني يقدمهم في القضاء قبل غيرهم من الأمم، مع أن هذه الأمة آخر الأمة وجوداً وظهوراً في الدنيا، وهم أيضاً السابقون إلى الجنة. أول من يدخل الجنة من الأمم هي أمة الإسلام، وأولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي يستفتح باب الجنة. الدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال رواه البخاري تعليقا، والحديث المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر. وين مبتدأ الإسناد؟ من جهة الصحابي ولا من جهة المصنف؟ لا، من جهة المصنف، هذا مبتدأ الإسناد. فالبخاري أحيانا يسقط شيخه أو شيخ شيخه، يعني يسقط شيخه وشيخ شيخه أو أكثر أو أقل، فيقول مثلا وقال مالك، هو ما لقي الإمام مالك، روى عن طريق راوي عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، فيسقط مثلا شيخه، هذا يسميه العلماء معلق، حديث معلق. والأحاديث المعلقة إما أن تكون ليست على شرط البخاري، يعني ما تحققت فيها شروط البخاري، وإما أن البخاري رواه موصولا في غير هذا الباب، فلذلك يرويه معلقا في أبواب أخرى من أجل أن يخفف على القارئ، لا يسوق الإسناد له مرة أخرى، فيرويه معلقا. وقد تتبع الحافظ ابن حجر معلقات الإمام البخاري في كتاب سماه تغليق التعليق. تغليق التعليق يعني أنه وصل وغلق المعلقات للبخاري، وعامتها صحيح، عامتها مروي بسند صحيح. وهذا الأثر رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد موصولا، وحديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم أحب، طبعا ما سقط منه الصحابي إيش يسمى؟ مرسل. أما ما سقط من جهة المصنف يسمى إيش؟ معلق. وما سقط منه الصحابي يسمى مرسلا. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الإمام البخاري إذا روى، قبل أن ننتقل، الإمام البخاري إذا روى حديثا معلقا لا يصح أن يقول الإنسان رواه البخاري ويسكت، هذا خطأ، لأنه إيهام للسامع أن البخاري رواه إيش؟ موصولا، فيجب عليه أن يقول رواه البخاري تعليقا، أو رواه البخاري معلقا ووصله فلان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، المقصود به الإسلام، المقصود بهذا هو الإسلام، فهو أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى. وسمي الحنيف حنيفا من ميله عن الشرك إلى الإيمان والتوحيد، ومن ميله من الباطل إلى الحق،
فالحنيف كما جاء في وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيف، يعني مائل عن الشرك، معرض عن الشرك، توجه إلى الإسلام. طيب، هل يصح أن يقول القائل إن الأنبياء كانوا مسلمين وكانوا على الإسلام؟ نعم، يصح. الإسلام له معنى عام. المعنى العام للإسلام هو توحيد الله عز وجل، هو توحيد الله وطاعته والانحراف عن الشرك والقيام بما أوجب الله عز وجل من الأوامر والنواهي. وكل الأنبياء كانوا كذلك، كل الأنبياء كانوا على الإسلام، موحدين منحرفين عن الشرك وأهله، داعين إلى التوحيد، قائمين بالأوامر، مجتنبين للنواهي، التعبد لله عز وجل. فكل الأنبياء كذلك. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام بالمعنى الخاص هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأحب الدين إلى الله عز وجل الإسلام، أحب الأديان إلى الله عز وجل الإسلام. وهذا الدين فيه سماحة، بمعنى فيه تيسير. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا الدين دين عظيم في أحكامه وتيسيرها على المكلفين أو على العباد. فالذي لا يجد الماء أو لا يستطيع استعمال الماء يتيمم. الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا. إن لم يستطع يصلي على جنب. الصائم إذا مرض جاز له الفطر، وإذا سافر جاز له الفطر، وإذا كبر في السن أفطر وفدى. وهكذا أحكام هذا الدين مبنية على السماحة، على اليسر والسهولة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر لنا بعض تشديداته على من عصاه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود طيبات لأنهم ظلموا أنفسهم وتعدوا وبغوا، فلهذا حرمهم الله عز وجل من بعض الطيبات وشدد عليهم. وكان كما جاء في الحديث أن من كان قبلكم إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض. يعني الآن لو تقول حق الإنسان إذا أصاب كمك البول تخصه، إيش يسوي بالثوب هذا بعدين؟ ما يلبسه. فكانت بعض الأحكام على الأمم السابقة فيها تشديد، وهذا التشديد لا يوجد في دين الإسلام، والحمد لله رب العالمين. الدليل السابع حديث أبي بن كعب، وهو موقوف من كلامه، وأسانيده لا تخلو من كلام، لكن تشهد له أدلة كثيرة من القرآن والسنة. يقول أبي رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل يعني الطريق،
الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة التي كان يعمل بها ويسير عليها. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أقوال وأفعال وتقريرات، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات. التقريرات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القول أو يرى الفعل ويسكت عنه ويقره. فيقول أبي بن كعب: عليكم يعني إلزموا السبيل الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وهذا ورد في الحديث أن عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله. هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك أصابتها ريح فتحات عنها ورقها. يقول: هكذا من كان على السنة، من كان على السبيل، من كان متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذا حث للمسلمين على التمسك بالسنن، وأن الإنسان إذا كان على سبيل وسنة يغفر له ما لا يغفر لغيره من أهل الأهواء والبدع الذين ليسوا على السبيل وليسوا على السنة. إذا من فضل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام اليوم قد يدخل تحته من ليس من أهله، أو يدخل تحته من هو يعني قد غير وبدل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. من فضل الإسلام الحق، الإسلام الصحيح، أنه يمحو الذنوب، يكفر الذنوب والمعاصي. واجتماع هذين الأمرين في هذا يعني الأثر يدل على فضل الإسلام. الدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أيضا موقوفا من كلامه، أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في حلية الأولياء، وأيضا لا يخلو من كلام في سنده لكن معناه صحيح. يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس يعني أهل الاتباع للكتاب والسنة. يقول أن هؤلاء إذا ناموا فهم على خير، وإن أفطروا فهم على خير. ربما هم نائمون وغيرهم يقوم الليل، وربما هم مفطرون وغيرهم صائم، لكنه ليس على سنة، مبتدع يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي على السنة وعلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام نومه خير من قيام ذلك المحدث المبتدع، وإفطاره خير من صيام ذلك المحدث المبتدع، لأنه على خير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر الثلاثة وقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا القول، قال: أما أنا فأقوم وأرقد
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن عمل الإنسان إذا كان قليلا مع اتباع الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير من العمل الكثير الذي صاحبه ليس على سنة ولا على سبيل. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. أحسن الأعمال ما كان خالصا لله وكان صاحبه متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وقال عز وجل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. فبعض الناس يعتقد أن الكثرة مطلوبة على كل حال. رجل رآه الإمام مالك دخل إلى صلاة الفجر فصلى ركعتين، ثم قام وصلى ركعتين، ثم قام وصلى ركعتين. قال له: ما هذه الصلاة؟ فقال الرجل: هيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ قال: يعذبك على خلاف السنة. فبعض الناس يعتقد أو يظن أن الكثرة في كل شيء مطلوبة، هذا خطأ. لا بد أن لا تخرج عن السبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا تزيد، لا تجعلها 4، كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم الذي الله عز وجل أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. فالمسألة ليست بالكثرة. ولهذا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. نعم. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيره، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة قال رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أقصد
نعم. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب وجوب الإسلام، يعني أنه واجب على العباد الدخول فيه، يجب على الخلق جميعا الدخول في هذا الإسلام، ويجب على من دخل في هذا الدين أن يعمل به. من انتسب إلى الإسلام واجب عليه أن يعمل بالإسلام ويعمل بأحكامه، لأن الإسلام والإيمان ليس مجرد ادعاء أنه دخل في الإسلام وأنه صار مسلما وصار مؤمنا، لا بد أن يعمل بأحكامه وأن يصدق بأخباره. وذكر أيضا المؤلف 8 أدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيه إلزام للعباد بالدخول بدين الإسلام، وأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للخلق، وأن من لم يدخل في الإسلام فهو على الخسران، يكون خاسرا في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا يدل على بطلان الأديان سوى الإسلام، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها، كل من اتخذ دينا غير دين الإسلام فإنه في الآخرة يكون من الخاسرين. فالسلامة للعبد تكون بالإسلام. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين المرضي عند الله، الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام. فالإسلام لا يقبل الله تعالى من عباده سواه، لأن الدين الذي يقبله هو هذا الدين. الإسلام طريق مستقيم ليس فيه عوج، ليس فيه عوج. وقول الله عز وجل: فاتبعوه، دليل على الإيجاب وأن الإسلام واجب. وقوله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنهي هنا يفيد التحريم، إن الله عز وجل حرم اتباع الطرق غير طريق الإسلام وغير صراط الله المستقيم. فالنهي عن اتباع الطرق يفيد وجوب اتباع طريق الإسلام. ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير السبل قول مجاهد ابن جبر المكي، وهو من أجل أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، ومن الذين عرضوا عليه المصحف 3 مرات، يقول: أوقفه عند كل آية أسأله عنها. أن مجاهد قال: السبل البدع والشبهات. البدع السبل، ولا تتبعوا السبل أي البدع، وكذلك الشبهات. فالإنسان
عليه أن يلتزم الإسلام الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يتبع البدع، لأن البدع انحراف عن الصراط المستقيم. وجاء في الحديث أن السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فالسبل والشبهات تخالف الصراط المستقيم. وقد يرى الإنسان في البدعة سهولة، أو يرى أن البدعة طريق مختصر، ولكن هذا الطريق تحفه المخاطر، ويكفي أنه يخالف طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. الدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويدل على أن المحدثات والبدع محرمة منهي عنها مردودة على أصحابها، يعني كما ذكرنا قبل قليل أن الله عز وجل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا لم يكن العمل حسنا وهو الخالص لله والذي على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مردود. والبدع أخطرها المتعلق بالمعتقد، كبدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وبدع الصوفية، هذه أخطر البدع. وهناك بدع عملية متعلقة بالصلاة أو متعلقة بالصيام أو متعلقة بالحج والعمرة وما أشبه ذلك، هي أقل في الخطورة من البدع العقدية أو الاعتقادية. الدليل الخامس حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. فقالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ من هذا الذي يرفض دخول الجنة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بالمأمورات وترك المنهيات فإن هذا طريق النجاة، وبهذا يكون الإسلام واجبا، لأن بالإسلام الصحيح تدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة طريقه، هذا ليست الإسلام الذي أراده الله عز وجل، ولذلك يكون هذا سببا في منعك من دخول الجنة. الدليل السادس حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. والإلحاد المقصود به الانحراف عن طاعة الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل معصية في الحرم وذنب يعمله الإنسان في الحرم هو من الإلحاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: هذا الإنسان الذي لم يعظم شعائر الله، هو في حرم الله ويظلم
ويعصي الله ويتعدى حدود الله، يعني ما عظم الله عز وجل. ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية أو سنة الجاهلية، يعني أنه مسلم ولكن مع إسلامه يريد أن يتبع سنة جاهلية. والجاهلية تطلق على كل ما خالف دين الإسلام مما كان قبل الإسلام أو كان من عمل الأمم السابقة، فكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والاعتقادات هذا داخل في الجاهلية، داخل في الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله لم تبقى جاهلية مطلقة، وإنما هناك جاهلية مقيدة، مثل أن تكون في الإنسان خصلة جاهلية. فأبو ذر لما عير بلالا رضي الله عنه وقال له يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية، يعني هذه خصلة من خصال الجاهلية، وهي التعيير بالآباء أو بالأمهات أو بالألوان. كذلك قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج تكشف المرأة من خصال الجاهلية وعمل النساء في الجاهلية. إذن لا يوجد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية مطلقة، وإنما هناك جاهلية توجد في بعض الناس في بعض الشعوب في بعض الأماكن. فالذي يريد أن يتبع السنة الجاهلية بعد الإسلام الحق الناصع البين الواضح هذا من أبغض الناس. الذي يريد أن يحيي سنن الجاهلية هذا من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. إنسان يطلب مسلما ليقتله بغير حق. الله تعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. الدليل السابع حديث حذيفة يا معشر القراء، يقول حذيفة رضي الله عنه. قبل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة كما ذكرنا، أي في شخص دون شخص. هذا دليل على أن الجاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في شخص دون شخص، أو في بلد دون بلد، أو في قوم دون قوم، ليس هناك جاهلية مطلقة. أما أثر حذيفة وهو مروي في كتاب البدع والنهي عنها لمحمد بن وضاح وسنده صحيح، يقول حذيفة يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يقول يا معشر القراء استقيموا، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، والمقصود تمسكوا بالسنن وإياكم والبدع. وخاطب القراء. من هم القراء؟ قراء هم حفظة القرآن
هم أهل العلم، لأن سابقا كان حفاظ القرآن هم أهل العلم. لا يتصور أن يكون حافظا للقرآن وهو جاهل، هذا صحيح قد يوجد في زماننا اليوم، لكن سابقا كان القراء هم أهل العلم، أهل الذكر، أهل المعرفة بالأحكام الشرعية. فحذيفة رضي الله عنه يحث العلماء على التمسك بالسنن، التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حذر وقال: إذا أخذتم يمينا أو شمالا فإنكم تضلون ضلالا بعيدا. والدليل الثامن قول عبد الله بن مسعود، وأيضا رواه ابن وضاح في البدع: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. هذا مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس في الصحيح: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا المقصود به يعني قلة الإيمان وضعف الناس عن العمل الصالح في العموم، في الأعم الأغلب، وليس في كل شخص، لا. وقد يوجد زمان خير من الزمان الذي سبقه، هذا يحصل، لكن في الأعم الأغلب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من. قال: ليس قصدي أن أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن يقول ذهاب علمائكم وخياركم، كما جاء في يعني الحديث أن يعني من الثلمة التي تكون في الإسلام أن يقبض العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام أن نقص العلم والعلماء من علامات الساعة، من علامات الساعة موت العلماء وقلة العلماء، هذا من علامات الساعة، لأن العلماء يبينون للناس الحق، يحذرونهم من الشر والباطل، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. فإذا مات العلماء فإنه يستفتى من لا علم له، فيفتي بغير علم، فيضل الناس ويضل هو في نفسه. فيقول: أنا لا أقصد أن يكون هناك عام أخصب من عام أو أمير أحسن من أمير، ولكن يحدث أقوام يقيسون الأمور، يعني أنهم يعتمدون على الآراء وعلى العقول، يعظمون الآراء والعقول مما يكون فيه الانحراف عن التمسك بالكتاب والسنة والإسلام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. فذهاب العلماء وحصول أهل الآراء هذه كارثة، أن يكون الإنسان معتمدا على رأيه وفكره وعقله، حتى صار أناس يعارضون القرآن والسنة بالعقول، وهذا موجود يعني منذ يعني القرن الثالث، لما ظهرت المعتزلة، وهي فرقة عظمت العقل وعظمت الرأي، وكان لها على مر الزمان أتباع يعظمون العقول والآراء والأقيسة والفلسفات، ويعتمدون عليها في رد النصوص، حتى ردوا السنة وكذبوا بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، وردوا
الأخبار الغيبية بحجة أنها تعارض العقل. كذبوا بعذاب القبر، قالوا لا يوجد عذاب القبر بدليل أننا لو ذهبنا إلى المقابر وحفرنا لا نجد نارا ولا نجد جنة. كذبوا بأخبار الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من الأمور التي قاسوها بعقولهم. واليوم عندنا بعض الناس الذين عندهم ثقافات وعندهم دراسات دنيوية أيضا عظموا العلوم الدنيوية، حتى ربما يقدمونها على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بل هو يخبر بخبر صادق عن الله عز وجل. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق لنا ولكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.